كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد من الجنابة. فهناك سنن في الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وكان يملك إربه فلا يلمس المرأة حتى تتزر فور حيضتها. من السنن الفورية في الاتزار عند الحيض. ثم كان يباشر امرأة من نسائه فأمرها فاتزرت وهي حائض. ثم النبي كانت أم سلمة مضطجعة في خميلة وهي مع النبي، فحاضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتها، وكان معروف أن لها ثياب حيضة، فقال: أنفست؟ فقط كلمة واحدة. قلت: نعم. ماذا؟ فدعاني، يعني كما كنت قبل الحيض أنت ستظلين بعد الحيض. فدعاني فاضطجعت، أين؟ ليس في مكان آخر، لا، في نفس الخميلة. سنة. كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد من الجنابة. ثم حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على رأسه وهو في المسجد فأرجله. هذه حديث عائشة أثناء الاعتكاف، لا يدخل إلا لحاجة، فإذا ترجيل الشعر ليس شيئا عادي. ثم حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة وهي حائض، هذه كأنها أصبحت عادة، ويخرج رأسه من المسجد وهو معتكف. فماذا؟ فأغسله. إذن الجواز الاعتكاف فقط 10 أواخر أو 20، فيغسل شعره ولا يتهاون عنه. وكيف هي وهي حائض؟ فلا تحرم من هذا أيضا. ثم يتكئ في حجرها وهي حائض رضي الله عنها ويقرأ القرآن. يتكئ ثم يقرأ القرآن كي يظهر لها أني لا أقرأ القرآن ثم أتكئ، بل يقرأ القرآن بعد الاتكاء. عجيب، صلى الله عليه وسلم. سنن مع الحائض.